حياكم الله. إذا كان كل شيء بالتعيين فلماذا نتعب أنفسنا بالانتخابات؟ ميركاتو الانتخابات في المغرب انطلق بقوة، انتقالات بالجملة من هنا وهناك، من حزب إلى آخر ومن لون إلى آخر ومن شعار إلى آخر، وكأننا في سوق انتقالات مفتوح لا تحكمه قواعد ولا عقود ولا شروط المنافسة. أمام هذا المشهد قد يبدو السؤال مشروعا لكل المغاربة، لكل المواطنين المغاربة: ما الذي يمنعنا من اختصار الطريق؟ لماذا لا نلغي كل هذا العناء ونلجأ مباشرة إلى التعيين بدل الانتخابات وبدل تضييع الوقت وإنفاق وهدر الأموال؟ لماذا لا نلجأ مباشرة إلى التعيين؟ تتولى وزارة الداخلية ومعها الولاء والعمال والبشوات والقياد ترتيب المشهد، ثم نعين البرلمان ونعين الحكومة ونوفر على الجميع عناء الحملات الانتخابية وصناديق الاقتراع، وكذلك لا نهدر المال العام على الانتخابات. وفي النهاية إذا كانت الانتخابات لا تغير شيئا في الوجوه ولا في البرامج ولا تكاد تترك لونا أو طعما أو رائحة، فما الذي سيخسره المواطن؟ هو أصلا لا يبحث عن خطابات رنانة. المواطن المغربي لا يبحث عن شعارات ولا يبحث عن خطابات رنانة، بل فقط يبحث عن خدمات عمومية محترمة، خدمات عمومية. عندما يذهب إلى المستشفى يجد الأطباء، يجد الخدمات، يجد عندما يذهب إلى مؤسسة أخرى مقاطعة إلى أي مكان يقضي السيرفيس ديالو والحوايج ديالو ببساطة ويمشي بحال. المواطن المغربي يبحث فقط عن خدمات عمومية محترمة وعدالة، يبحث عن العدل، مثل الغني مثل الفقير عند القضاء، في جميع المؤسسات نكون سواسية أبناء هذا الوطن. هذا ما يبحث عنه المواطن المغربي، يبحث عن العدالة، يبحث عن الأمن في وطنه. عندما يخرج الطفل والكبير والصغير لا يجد من يقف له في الطريق ويعترض طريقه ويقوم بسرقة أشيائه. يبحث عن الأمن، وهذا صعب جدا أن تجده في وطننا، لأن إذا خرجت من منزلك فتدعو الله أن تعود أو لا تعود. يبحث عن الصحة، عندما تمرض تجد مستشفى، لكن الله غالب. اذهب وابحث عن ترتيب المغرب في الصحة عالمي وأين ستجد المغرب. عن التعليم، أين هو التعليم؟ المواطن المغربي يبحث عن الصحة، عن التعليم، عن تكافؤ حقيقي للفرص. ليس هذا بك صاحبي وهذا بك صاحبي، هذا يتوظف حيت باه فلان وهذا ما يتوظفش حيت ما عندوش وساطة، ما عندوش معرفة، ما عندوش فلوس. لا، يكون تكافؤ حقيقي. هذا ما يبحث عنه المواطن المغربي. وربما نربح شيئا أيضا، فلن نضطر إلى متابعة موسم ميركاتو الانتخابات. الانتقال من هنا إلى هناك مجرد خيار استراتيجي تفرضه المصلحة العليا للمقحة. هذا ما نشاهده، جميع المشاهد تتكرر أمام المواطن المغربي بدون نتائج، بدون أي شيء يذكر. نفس المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي: لا صحة، لا تعليم، لا عدل، لا حقوق، لا تكافؤ في الفرص. لذلك هذا السؤال يجب أن يطرح ويجب أن يناقش. إذا كان كل شيء بالتعيين فلماذا نتعب أنفسنا بالانتخابات؟ لماذا؟ هذا السؤال يطرحه كل الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة. الشعب المغربي فقط يبحث عن العدل، عن الكرامة، عن المساواة، يبحث عن حقوقه المهضومة، يبحث عن الصحة، عن التعليم. وهذا ما لا يتوفر مع الأسف في وطننا الحبيب. نحن نتمنى كل الخير وكل الازدهار لهذا الوطن، وأن يكون أفضل وطن في العالم، لكن هذا صعب جدا بوجود من ينهبون خيرات هذا الوطن. سلام عليكم.